دالة كاونت. يلا ركز معايا، دالة كاونت ليها 5 اشكال. هنتكلم النهارده عن 5 اشكال بتوع دالة كاونت. اول حاجة كاونت بس. يلا بينا نعمل يساوي طبعا كاونت. كاونت بس بستخدمها لما بكون عايز احسب في كام خلية فيها ارقام. عدد الخلايا اللي فيها ارقام، مش مجموع الارقام، عدد الخلايا اللي فيها ارقام. بيقول لي هنا ان في 6 خلايا فيهم ارقام. تعالى كده نتأكد. ادي 1 2 3 4 5 6. طيب عندنا كاونت ايه. كاونت ايه يساوي، نكتب كاونت ايه. كاونت ايه عدد الخلايا اللي فيها ارقام او نصوص. يعني ايه ارقام يا نصوص؟ بيقول لي في 13 خلية فيهم ارقام ونصوص. تعالوا نتأكد. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. بعد كده كاونت بلانك. كاونت بلانك عدد الخلايا اللي فاضية، اللي ما فيهاش لا ارقام ولا نصوص. نقفل القوس. بيقول ان في خليتين اهم واضحين جدا. طيب بعد كده في كاونت اف. كاونت اف يعني انا عندي شرط عايزه يحسب لي حساب شرطي. يعني ايه حساب شرطي؟ هنا بيقول لي الرينج، الاطار بتاعي اللي انت عايز تحسب منه. ادي الاطار اهو. بعد كده كاب. هنا الكريتيريا يعني ايه الشرط بتاعك. اقدر احدده بطريقتين. اقدر اكتبه كتابة شيفت طه اللي هي دي، واكتب ذكر، اكتبها انا بالعربي، وبعد كده شيفت طه اقفل واحدد. او اقدر بكل سهوله انا عايز احسب فيه كام ذكر في الاطار ده، فهاجي عند واحده ذكر كده واعلم عليها وادوس القوس وادوس انتر. بيقول لي فيه 9 ذكر. تعالوا نتاكد. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. طيب عايز احسب كام انثى، بس هحسبهم من خلال شيفت طه. ادوس كاونت افس. بيقول لي الرينج بتاعي اللي هو الاطار اهو. بعد كده بدوس علامة التنصيص واكتب بالعربي عندي انثى زي ما مكتوبة فوق. عايزة زي ما مكتب عشان ما تلخبطش. ممكن تعمل حاجة تانية، لازم أن تكون انت بتكتبها زي ما هي مكتوبة فوق. انثى. انا عندي الكيبورد مفهوش حرف س. بعد كده ادوس شيفت طه. بعد كده اقفل القوس. وهنا بيقول لي زيرو. طب ليه زيرو؟ حد يقول لي ليه زيرو؟ اقول لك انا ليه زيرو. بص كده على انثى اللي مكتوبه هنا، اخر ايه هنا معموله ازاي وهنا اخر ايه ازاي. طب تعالى نعدلها. ليه بس؟ حرف ليه بس. قصدت ان انا اعملها كده عشان اوريكم ان لو حرف واحد مختلف بيخلي المعادله ما تشتغلش معانا. دوس كده بيقول لك 6. تعالى نتاكد. ادي 1 2 3 4 5 6. اقدر كمان ان انا كنت اعلم عليها زي ما عملت في ذكر. طب كاونت اف اس هي كاونت اف، بس بدل شرط واحد عندي اكتر من شرط، ممكن 2 او 3. كاونت بالعربي سوري يساوي كاونت اف اس. بيقول لي الكريتيريا رينج يعني اول اطار. ادي اول اطار اهو. بيقول لي ايه الشرط بتاعك للكريتيريا، فبقول له ذكر. هعلم عليها كده. بعد كده بيقول لي ايه الكريتيريا رينج التاني، فبقول له ادي الكريتيريا رينج. بيقول لي ايه الشرط بتاعك، فهقول له مثلا ممتاز وهقفل القوس وادوس انتر. بيقول لي في 3. معنى الكلام ده ايه؟ كم ذكر في الجدول جايب ممتاز؟ فقال لي 3. ادي 1 اللي هو عمر، ادي 2 اللي هو محمود، وادي 3 اللي هو مسعد. طب تعالى نعمل حاجة تانية في الكاونت افس. دوس كاونت، نختار كاونت اف اس. بعد كده بيقول لي الكريتيريا رينج بتاعي اهو. بعد كده نقطتين. بيقول لي ايه الكريتيريا بتاعته، فهقول له ذكر. بعد كده بيقول لي الكريتيريا رينج الاطار التاني الاطار التاني اللي فيه اللي انا عايز احسب منه ده. هنا هو بيقول لك ايه بقى بعد ما تختار الكريتيريا رينج ايه الشرط بتاعك اللي هو الكريتيريا. هقول له شيفت طه اللي هي علامه التنصيص، وهقول له اكبر من او يساوي، وممكن تخليها اكبر من بس 70. شيفت طه تاني اقفل علامه التنصيص واقفل القوس بتاعي وادوس انتر. بيقول لي 3. معنى الكلام ده هنا بقول له كام ذكر
جايب اكبر من 70 او يساوي 70. ادي 1 2 احمد واحمد 2 60 لا هدير 3 جاب لي 3. استنونا في دلات تانية في تريكات اكسل، ما تنسوش تعملوا متابعة ولايك.